أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس كمال الاجسام من ICSA بالعربي، الا وهو بعنوان Periodization Unit 9. هناخد في يونت 9 Periodization. كلمة Periodization period نصها يعني فترة، يعني ان انا من الاخر هعمل تقنين احمال وبروجرام ديزاين ازاي للاعب كمال اجسام. ما هي البرودايزيشن كتعريف والهيستوري بتاعها؟ هناخد ABC بادي بيلدينج برودايزيشن. ليه بنحتاج البرودايزيشن؟ عشان حاجه بسيطه خالص. اي لاعب كمال اجسام المفروض ان هو لو قعد طول السنه عمال يعمل كاتنج وبينشف عشان مسابقات وبطولاته، غلط، عمره ما هيقدر يوصل لضخامه كويسه. فبالتالي لازم يكون في فترات سيزون وفترات اوف سيزون، ولازم ما ننساش الجراند دادي لود، الفروق الفرديه، عشان وانت بتعمل بروجرام ديزاين تراعيها في البرنامج بتاعك. الكرييتنج بقى برودايزد بروجرام، او بمعنى صح ازاي اصمم البرنامج بقى بتاعي. هنقسم الفترات لماكرو وميسو وميكرو. ان انا لو شغال مع لاعب كمال اجسام، اول مرحله بتبقى الفاونديشنال تريننج، ودي بتبقى مهمه جدا لو عنده اي اصابات او راجع او بيبتدي ان هو يشتغل من جديد في سيزون. دي مهمه. مجموعه تمارين هنشوفها مع بعض ايه هي. بعديها ازاي نعمل بالكينج، ضخامه عضليه، ايه هي التمارين بتاعتها والراحات والكلام ده كله. بعد كده الكومبيتيشن، او بمعنى صح لما اجي اعمل كاتنج ديفينيشن اللي انتوا بتسموه، يعني ايه هي التمارين المهمه والمطلوبه في الفتره دي عشان نقدر نوصل للاعب بتاعنا على الستيج بيكون جاهز 100. الناس المهتمة بكمال الأجسام، الناس المهتمة بالبروجرام ديزاين، خليكم معانا ويلا نبدأ الحلقة. في صفحة 174 بيبتدي يعرف البرودايزيشن اللي هي بمعنى أصح بريكنج داون تريننج، يعني تريننج أهو، نظام تدريبي أهو. بيبتدي يتقسم إلى 3 فترات. الماكرو دي المدة الكبيرة، يعني لو أنا شغال مع لاعب فالماكرو بتاعي هيبقى السنة. بعد كده الميسو سايكل، دي بتبقى عبارة عن الشهور، ان هم 12 شهر. هعمل ايه بقى؟ كل شهر مثلا او كل 3 شهور من الماكرو اللي هي السنة. هل مثلا 3 شهور الاولانيين هيكونوا مثلا اعداد فاونديشن، طب ال3 شهور التانيين هيبقوا بالكينج مثلا، 3 شهور اللي بعدهم هيبقوا كاتنج بريبيرنج بقى للبطولة. بعد كده بمسك ال3 شهور نفسهم بقى، الاسابيع اللي جوه كل شهر اللي هو الميكرو برايف هيستوري اوف برودايزيشن. ونعرف ان المصطلح ده مش جديد ولا حاجه، ده من زمان جدا، ايام الحروب كان بيبقى مفيد جدا للجنود. يعني الصينيين والاغريق والرومانيين فهموا كويس جدا ان هم عشان يقدروا يحضروا لمعركه، ان الجندي دوت لما يبتدي في فترات معينه يريح ويشحن معاه طاقه كويسه، يقدر يشيل ويستخدم سلاحه بطريقه افضل كتير من ان هو يكون في ارهاق ليه. فبداوا ينظموا البرودايزيشن دوت، بس بطريقه طبعا مش مقننه مع العصر الحديث دلوقتي. بدا الاتجاه الحديث بقى في الالعاب الاولمبيه والالعاب اللي هي زي البوكسنج والجيمناستكس والكلام ده كله والسويمنج، بيبقوا لازم كويس جدا عشان يحققوا تارجت، لازم يعملوا برودايزيشن كويس. عندنا 5 انواع للبرودايزيشن. اول نوع اسمه لينير برودايزيشن، من اسمه كلمه لاين يعني خط، يعني البرودايزيشن الخطي. يعني ايه الخط؟ ان التريننج سايكل بتاعي بيبقى عباره عن ايه؟ الفوليوم هو التكرارات بلعب 10 عدات ولا 20 عده ولا 15 عده. اما الانتنسيتي الويتس، الوزن اللي انا بلعب بيه. فتلاقي هنا في علاقه ما بين الويتس والفوليوم، يعني ان زاد ده يقل ده فين؟ في اللينير برودايزيشن. بيبتدي بلو انتنسيتي وهاي فوليوم، وبعدين بيبتدي يزيد واحده واحده. سايكل 1 اللي هي مثلا اول اسبوع هيبقى عباره عن ايه؟ 15 ريبس. هاجي في السايكل 2 بعمل 10 ريبس. سايكل 3 10 ريبس. طبعا لما الاعداد او التكرار بينخفض بزود بقى الفوليوم، بحط بقى مثلا اوزان اتقل، الكلام ده كله. اما الريفيرس لينير برودايزيشن، وده النوع الثاني، ريفيرس يعني عكسي، بزود الفوليوم واقلل الانتنسيتي. يعني التاني كنا بنزود الانتنسيتي ونقلل الفوليوم. وبعد كده عندنا النوع الثالث اسمه اندوليتنج برودايزيشن. يعني ايه الاندوليتنج دوت؟ ببساطه جدا بيبقى ان التمرين ممكن ديلي او ويكلي بيتم adjusting ليه. أسس بالعربي.
This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time.